ورحمة الله. مرحبا بكم على قناتي مع ريمي. عواشركم مبروكة، تخلي لكم هاد رمضان بالصحة والسلامة وبزيادة الرزق ان شاء الله. اليوم جيت نحضر معكم واحد الشباكية ساهلة ماهلة، كتوجد دغيا دغيا وكتجي هشيشة وبنينة، وغنوريكم حتى الشباكية اللي كيقولوا عليها السواقية اللي كيبيعوا في السوق. الطريقه ديال التحضير ديالها انا غنوريكم غير المقادير ديالها. انا ما غنعجنهاش، غنعجنهم بواحد غنعجن الطريقه ديالي، وغنوريكم واحد الخلطه جديده كتعطي لها الشباكيه مذاق ونكهه جديده. بالنسبه للشباكيه السواقيه كنحتاج 2 كيلو ديال الطحين، 2 معالق كبار ديال القرفه مطحونه، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الخميره المعجونه، 2 خمارات ديال الحلوى، نص كاس ديال الخل، وجوج كيسان ديال الزيت، وكاس ديال المزهر، وكان حتى باقي كنجمعوه بالماء. خاص العجين يكون قاصح مع الملون الغذائي، ما نساوش ضروري الملون الغذائي. بالنسبه للشباكيه اللي قلت لكم انا هنا خديتها من الاخت قناه مطبخ كريمه المتنوع، هي حاطه لكم هنايا العطريه اللي دارت في الشباكيه. هنا انا كنضيف هذيك 2 معالق ديال القرفه والملحه، كنضيف عليها هنا 2 معالق كبار ونص ديال هاد العطريه اللي قلت لكم، ومعلقه صغيره ديال الخميره المعجونه، وجوج مكعبات ديال ضامه الزعفران، وجوج خمارات ديال الحلوى. انا كنخلط هنا النواشف هما الاولين. هاد الشباكيه هادي كتجي رائعه في الصراحه، اللي ذاقها عندي كتعجبو، كيتحبوا مقومه بالجنجلان واللوز، كتجي خطيره في المذاق. بالنسبه للناس اللي غيخدموا لي كوموند ديال هذا العام الشباكيه، انا كنقترح عليهم يخدموا بهذه الطريقه هذه. كنضيف هنا 2 كيسان ديال الزبده دايبه، انا كنخدم هنا بالزبده ديال التوريق، كنضيف موراها 2 كيسان ديال الزيت، كنخلط الكل جيدا، كنبسس هذاك الطحين مع الزيت والزبده حتى يشربوا مزيان. المرحله هذه مهمه في الشباكيه باش كتجينا هشيشه. كنحاول ندخل الطحين مزيان في الزيت والزبده. هنا كنضيف كاس الا 2 ديال الصبيعات، تقريبا كاس الا تقل ثلث ديال الخل، وعندي كاس ديال المزهر انا درت فيه الزعفران، 2 ديال الساشيه ديال الزعفران باش يعطينا اللون. وهنا كنضيف 2 كيسان ديال الماء، انا كنغلي فيهم هذوك البقايا ديال حبه حلاوه والنافع. هنا 2 كيسان ديال الماء مع كافيين باش يجمعوا لنا العجين. العجين خاصو يكون قاصح ويتسدلك مزيان. هنا من بعد ما عجنت الشباكيه ديالي ودلكتها مزيان، كنغطيها بالبلاستيكه وكنخليها ترتاح. كنقطع على هذا الشكل، كنجمعها في البلاستيك باش ما تيبش، يضربها البرد غادي تيبس ودير هذيك القشيره، وكنبدا بالتوريق ديالها. بالنسبه للشباكيه العاديه السواقيه، هنا راه كيطلقوا العجين شويه وكيقطعوها اشرطه وكيخدموها عادي، ما كيورقوهاش. بالنسبه للعاديه اللي كيقطع اشرطه، هنا كنطلقها بالدلاك، هما راه كيخدموا غير الاغلبيه بالدلاك، كيطلقوه بالدلاك وكيخدموا بالجراره اولا بديك الجراره ديال البلاستيك اللي باينه انا باش كنخدم. انا كنا حاولت غير نوريكم كيفاش كيخدموا العاديه.
انا هنا مشيتها بديك الجراره بلاستيك. بالنسبه للشباكيه اللي كنخدم بها انا كنورقها بهذه الطريقه باش كتجينا مجعبه. انا كنخدم الكميه كامله كنورقها وكنديرها في البلاستيك على ما ترتاح. كنبدا بالاولى، وهذه الطريقه ديال التشبيكه ديالي انا ديجا مشاركاها معكم في الفيديوهات السابقه ديال الشباكيه. انا هنا كنحاول نتقل باش تفهموا طريقه التشبيكه ديالي. بالنسبه للناس اللي عاد كتفرجوا في القناه لاول مره، مرحبا بكم. هذه هي طريقه التشبيكه ديالي. السر ديال الشباكيه باش تجيكم هشيشه هو الخل والعجين. خاصو يكون قاصح، ماشي قاصح بزاف العجينه كتفرتت، ولكن العجينه خاصها تكون شاده راسها، ما تكونش جاريه. الا كانت العجينه جاريه غادي تعذبكم وغادي تجي قاصحه. هي في الخدمه في الطلاق كتجي سهله، ولكن باش كطيبيها راه كتجي قاصحه، ما كتجيش هشيشه. المهم هذه هي الطريقه ديال التشبيكه ديالي. انا هنا غنوريكم طريقه اخرى سهله بالنسبه للناس اللي جاتهم هذه صعيبه. غنوريكم واحد الطريقه سهله نتمنى تعجبكم. كناخذوا هنايا شباكيه كنحطوا جوج على جوج بهذه الطريقه، كنقلب وكنجيب هذاك اللي كيبقى بوحديتو كنردوه هو الاخر، وكنجمع العجينه ديالي كنقرص وكنعاود نقرص باش ما تحليش الشباكيه وكنحل. صافي هذه سهله، طريقه سهله وكتجي زوينه حتى هي. انا غنعاود نوريها لكم. كنحطوا جوج على جوج وكنقلب داك الاخراني اللي كيبقى بوحديتو كنرجعو ندلوه وكنقرص وكنقلب وكنحاول نحل ليها الجنيبات ديالها. صافي هذه هي الطريقه ديالي. هنا الشباكيه انا كنخليها من بعد ما كنسالي كنحطها كنخليها تلبس ليله كامله حتى الغد اللي عاد كنبدا نقليها. نغطيوها بشي منديل وخليوها. انا الصباح من بعد ما باتت الليله كامله نتوما كتشوفوا كتكون شاده راسها. كندير الزيت يسخن، خاص الكميه الزيت تكون كثيره باش الشباكيه ما تشربكمش الزيت بزاف. انا هنا كنطيبها فهاد المغرفه اللي عندي كنحطها كامله باش كتعطيني اللون موحد، ما كنبقاش نحط بالحبه بالحبه في الزيت. كنحطها كامله هنايا وعاد كنقلبها في الزيت دقه وحده باش كتعطيني اللون موحد. باش كنبغي نحيدها كنحيدها عاوتاني بدقه وحده. هاد الشباكيه هذه انا خدمتها هاد العام بلا صفر البيض وجات رائعه في الحقيقه والله. انا خدمتها هنا العسل، انا حاولت ندفيه شي شويه. انا دايره جوج ديال البانيوات ديال العسل باش كنخلي الشباكيه ديالي كتشرب مزيان. كنديرها في هاد العسل اللي كيكون شويه دافي، وموراها عاد كنحطو في البانيو الاخر كيكون شويه ثقيل. بالنسبه للعسل انا ديجا حاطه لكم فيديو ديال العسل. العسل شحال ما كان ثقيل شحال ما كيشرب الشباكيه وكيبقى في الشباكيه مزيان. انا هنا كنديرو في العسل شويه جاري وموراها عاد كنحطو في العسل قاصح. وهذه الشباكيه ديالنا من بعد ما وجدات نتوما كتشوفوا كتجي مجعبه وهشيشه. نتمنى تجربوها وعواشركم مبروكه وتخلي لكم رمضان بالصحه والسلامه باش كتمناو ان شاء الله. والى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.